فكلمة التوحيد أثقل شيء في الميزان، وإذا تعودها اللسان حضرته عند قبض الروح سهلت عليه الحضور، استذكرها لا يحتاج من يذكره، وسيرها الله على لسانه بسهولة مع ما يعانيه من آلام النزع والكرب. اجعلها صديقتك لا إله إلا الله، لا تغفل عنها أبدا. ومن ذلك أنك تقولها كل يوم بعد صلاة الفجر، والذكر المشروع بعد الصلاة، حتى قبل أذكار الصباح والمساء تقولها 100 مرة، والعصر كذلك بعد أذكار الصلاة وقبل أذكار المساء تقولها 100 مرة. تكون في حرز من الشيطان، لو تأخرت 5 دقائق أو أقل ما تكون في حرز من الشيطان، ولا تكون في حرز من البلاء. تعاهدها. كان شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إذا جاءه مستفتي بعد الفجر والعصر وهو يذكر قال ذكر الله ذكر الله حتى يفرغ منها 100 مرة. هذه مهمة. والاستغفار مقرون بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وإذا كانت الصحيفة مفتتحة يوميا بالاستغفار، مختتمة يوميا بالاستغفار، يعني بعد الفجر وبعد العصر، لا ينظر الله إلى ما بينهما من الخطايا ما لم تكن تنافي أصل التوحيد أو تكون من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة منها بخصوصها. فلازم هذه الثلاث: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، والاستغفار. من ذلك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله اللهم من سكن الجنة وأعوذ بك من النار. لأنك إذا قلت الثلاث هذه فسألت الله الجنة والإجارة من النار أعطاك الله ذلك. بل 3 كلمات، 3 دعوات بهذا: اللهم سكن الجنة وأعوذ بك من النار. 3 مرات تقول الجنة اللهم أدخله إياي، تقول النار اللهم حرمه علي. هي نفسها تسأل الله لك، وهي خلق من خلق الله عز وجل. فينتبه لهذا، وهذا من اغتنام المناسبة بالإشارة للفائدة. وفقنا الله وكل محب ويرضاه، واجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.